الإسلامية آنذاك خذلت الإمام الحسين، لأن هذه الأمة كانت حتى في زمن رسول الله ما كان عندهم وعي. بعد تحليل هذا تحليل أستاذنا السيد محمد باقر يقول الأمة حتى في زمن رسول الله لم تكن عندهم الوعي، عندهم كان يسميه بالطاقة الحرارية. يعني كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتكلم معهم يحثهم على الجهاد، فكانوا يذهبون إلى الجهاد، أما وعي ما عندهم، ولذا ارتد الناس. أكثر وقت عندنا ارتد الناس بعد رسول الله إلا 3 أو 4. ارتد الناس بعد رسول الله إلا 3 أو 4 وعمار حص حيسان. شوف هذا نتيجة عدم الوعي. ولذا لو كان المسلمون يمتلكون الوعي لما تركوا نصرة الإمام الحسين. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما.